مساء الخير، أهلا بيكم في أسهل طريقة لعمل صينية السمك الصيادية. صينية سمك كده من الآخر. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت بقى السمك بتاعي، أنا جايبة سمك لوت نضفته كويس ونقعته في الخل وفي الليمون اهو، ومتقطع كده شرايح. هجيب بقى التتبيلة بتاعتي اللي هي عبارة عن معلقتين توم مهروس، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل، ومعلقة صغيرة 7 بهارات. لو عندك بهارات سمك حطي عليها، بس انا ما عنديش فحطيت 7 بهارات، بتدي نتيجة لطيفة جدا. جبت بقى ليمونة كده كبيرة وعصرتها، حطها على الخليط ده وهنقلب كويس. هضيف عليهم نص كمية الملح اللي انا هستخدمها، نص الكمية، عشان انا هحط في الصوص بقى اللي انا هحط فيه السمك هحط بقية كمية الملح عشان ما يبقاش حادق. فانا هحط نص كمية الملح كده اهي. هاخد واحدة واحدة وهحط فيها التتبيلة كويس جدا، وهكذا كل السمك بتاعي. خلاص تبلنا السمك كده، هنروح بقى نحطه في التلاجة ونروح نعمل الخلطة بتاعتنا. على النار نحط شوية زيت حلوين كده، ونحط بصلاية مبشورة، هنقلب كده لغاية لما تدبل عندي البصلة. دبلت البصلة هنزل بقى معلقة صغيرة من الثوم المهروس، هروح نازلة بقى بفلفلتين خضر مقطعين وتقليبة. هنزل بقى بمعلقتين صلصة طماطم، هحط بقى طماطمتين متقطعين كده مكعبات ونقلب. هنزل بالبهارات، احط نص كميه الملح اللي احنا كنا عملناها قبل كده دي اللي حطيناها في تتبيله السمك. حطينا في تتبيله السمك نص وده النص التاني، طبعا حسب ما انت بتحبي الملح قد ايه. حط معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره بهارات. زي ما اتفقنا، عندك 7 بهارات اوكي، عندك بهارات سمك يبقى تمام. نقلب حوالي نص كوبايه ميه وهسيبها كده واوطي عليها واسيب التتبيله دي كده تاخد وتدي مع بعضها لغايه لما تتسبك. خلاص الخلطه اللي عندي دي جاهزه، اتسبكت كده كويس وريحتها قلبت الدنيا. ننزل بقى على السمك بتاعنا كده اللي انا رصيته في الصينيه او في البايركس. هنحطها في فرن 180 حراره لغايه لما تستوي. عموما السمك مش بياخد وقت خالص في السوى. خلاص الصينيه طلعت من الفرن، تحفه يا جماعه، في منتهى الجمال. طعم ما حصلش مع شويه رز سمك كده، والف هنا وشفا. ان شاء الله تجربوها تعجبكم، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يجيلكم كل جديد. وكمان هستنى تعليقاتكم واشوف رايكم في الاكل اللي انا بقدمه. ودي كانت طريقه عمل صينيه سمك الصياديه باسهل طريقه مع ميمي.